مشاهدينا الافاضل، طابت اوقاتكم. نشرة اخبار الفضاء الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله وكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. رئيس جمهورية جنوب السودان يتفقد البرامج التنموية بالإقليم الجنوبي. دعوة لتعزيز فهم المجتمع حول أضرار الكوارث. دورة صحية حول الأمراض المدارية في دك أمحرق. ميركل وبوتين يعقدان محادثات صعبة دون التوصل لاتفاق. بريطانيا تأمل بالإسراع بوتيرة محادثات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. زلزال بقوة 8.2 درجة في المحيط الهادي. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. تفقد رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت خلال زيارته للبلاد المشروعات التنموية الجارية في الإقليم الجنوبي برفقة فخامة الرئيس سياس أفورقي وكبار المسؤولين في الدولة. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي بصوت الزميل صلاح الدين حسين. قام رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت برفقة فخامة الرئيس سياس أفورقي وكبار المسؤولين في الدولة بزيارة عمل إلى الإقليم الجنوبي للوقوف على برامج التنمية الجارية. وزار الرئيس سلفا كير سدي طغرا ومسلام، ووقف على مشاريع التنمية الزراعية وتربية الأبقار والبنية التحتية للطرق وتشييد مشاريع الطاقة الشمسية. وفي تصريح لوسائل الإعلام الإريترية والجنوب سودانية، أكد وزير شؤون الرئاسة في حكومة جنوب السودان مايوك أيوك دينغ بأن المشاريع التنموية التي وقفوا عليها تعكس بوضوح المستقبل المشرق لإريتريا، وأن سياسة الاعتماد على الذات التي تعتمدها إريتريا تحقق بلا شك آمال وتطلعات الشعب الإريتري. من جانبه أوضح وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح أهمية زيارة الرئيس سلفا كير لإريتريا في ظل أوضاع المنطقة التي تنتقل من مرحلة التشرذم والاضطرابات إلى مرحلة مباشرة من الأمن والاستقرار والازدهار. من جهته أكد سفير دولة إريتريا لدى جنوب السودان السيد يوهانس تخل ميكيل عمق العلاقات الإريترية مع جمهورية جنوب السودان الأزلية والراسخة، موضحا بأن زيارة الرئيس سلفا كير لإريتريا تساعد على خلق فهم مشترك وتعاون من أجل مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المشتركة. هذا وقد اختتم رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت زيارته لإريتريا والتي استغرقت يومين، وكان في وداعه لدى مغادرته في مطار أسمر الدولي فخامة الرئيس سياس أفورقي وكبار المسؤولين في الدولة والجبهة الشعبية. أوضح مسؤول قسم الجيولوجيا بمعهد إريتريا للتغانن البروفيسور جبر برهان عوبازغي ضرورة تعزيز فهم ومعرفة المجتمع حول الكوارث الطبيعية وكذا التي من صنع الإنسان. وفي التوضيح الذي أدلى به البروفيسور جبر برهان بخصوص الهزة الأرضية التي ضربت منطقة تبعد حوالي 50 كيلومترا من جهة الشمال الغربي لمدينة مصوع في 13 من أغسطس الجاري دون وقوع أي خسائر، والبالغة قوتها 4.8 درجة بمقياس ريختر، ذكر بأن الكوارث الطبيعية تحدث نتيجة لسوء الأحوال الجوية والطقس والهزات الأرضية والبراكين ومشاكل البنى التحتية. ونظرا للأضرار الكبيرة التي تسببها للإنسان والممتلكات، ينبغي مشاركة ومساهمة كل المجتمعات للحد منها وتقليل أضرارها. وأوضح بأن الهزات الأرضية في بلادنا غالبا ما تحدث في إقليمي جنوب وشمال البحر الأحمر، مناشدا بضرورة بناء العقارات ومؤسسات الخدمات الاجتماعية وغيرها بشكل جيد والتأكد من استيفائها للمواصفات المطلوبة، وذلك لضمان المحافظة على حياة الناس والممتلكات. وأشار البروفيسور برهاني إلى تكوين لجنة لدراسة أسباب الكوارث الطبيعية ومميزاتها وكيفية الوقاية والحد من أضرارها وتبعاتها، حيث استغرقت الدراسة لمدة عامين، موضحا عن تنظيم سمينارات وندوات في كافة أقاليم البلاد بالاعتماد على نتائج الدراسة التي أجريت مسبقا. كما أشار إلى التنسيق الجيد بين وزارة العمل والرعاية الاجتماعية وغيرها من الجهات المعنية في مثل هذه البحوث والدراسات. في الختام دعا البروفيسور جبر برهان عوبازغي السكان المقيمين في المناطق المعرضة بشكل أكبر للإصابة بالكوارث الطبيعية إلى الاستعداد التام من أجل التقليل من أضرار تلك الكوارث من خلال تطبيق التوجيهات التي يحصلون عليها من الخبراء والمهنيين في السمينارات والندوات. هذا وتشير المستندات إلى أن مدينة مصوع شهدت في عامي 1884 و 1921 هزات أرضية عنيفة تسببت في إحداث خسائر كبيرة،
كما شهدت في شهر يوليو من عام 2002 وسبتمبر عام 2013 هزات أرضية خفيفة. نظمت دورة صحية في مدينة دك أمحارة للمهنيين الصحيين القادمين من أقاليم البلاد الست تركزت حول الأمراض المدارية. وأوضح مسؤول المتابعة والسيطرة على الأمراض المدارية بوزارة الصحة السيد محرة أبا برهان بأن الهدف من الدورة التي نظمت في الفترة من 13 وحتى 18 من أغسطس الجاري هو زيادة درجة الوعي لتسهيل عملية الوقاية من تلك الأمراض. وقد تم التعرف في الدورة على أكثر الأمراض المدارية شيوعا مثل الحمى الصفراء والكلازار والبلهارسيا وداء الكلب وحمى الضنك والإسهال والعمى وقرحة المعدة وغيرها من الأمراض. كما قدم مسؤول المتابعة والسيطرة على الأمراض المعدية الدكتور أرآيا برهاني توضيحا مسهبا حول الجهود المبذولة لمحاربة الأمراض، فيما قدم البروفيسور ناغاسي لاكي سيمينارا حول الأعراض وطرق الانتقال والفحص الطبي وسبل المعالجة والوقاية من تلك الأمراض. وأوضح في الدورة الصحية الجهود الكبيرة المبذولة للقضاء على تلك الأمراض بشكل نهائي حتى عام 2020 والسيطرة على بعضها. قدم فرع الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب في إقليم شمال البحر الأحمر قروضا بلا فوائد ل12 من معاقات الحرب في مديريتي مصوع والشعب للمساعدة في تحسين الحياة المعيشية للمرأة المعاقة. وفي التوضيح الذي أدلى به مسؤول الفرع في إقليم شمال البحر الأحمر السيد محمد سعيد شنقب ذكر فيه بأن القرض قدم بالنظر إلى الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمعاقات، حيث تم تقديم 12,500 نقفة لكل واحدة منهن على أن يتم إعادته بعد 3 سنوات، داعيا المعاقات إلى بذل الجهود من أجل تحسين حياتهن المعيشية بالاستفادة من تلك الفرص المتاحة. وأشار المدير التنفيذي لمديرية مصوع السيد تولي تسفازجي إلى أن القرض المقدم سيلعب دورا كبيرا في تحسين حياتهن المعيشية في حال تم توظيفه بطريقة جيدة، مناشدا المعاقين عامة والمعاقات خاصة لتعزيز إمكانياتهن مدركات الاهتمام الأكبر الممنوح لهن. من جانبهن عبر المعاقات عن شكرهن لما قدم لهن حتى يعتمدن على أنفسهن. الجدير بالذكر أن فرع الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب في إقليم شمال البحر الأحمر قدم هذا العام حوالي 250 ألف نقفة ل20 من المعاقات في مديريات أفعبت والشعب ومصوع وقندة. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية. قم معنا. على الصعيد العالمي، بحثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصراع في كل من أوكرانيا وسوريا، بالإضافة إلى الوضع في إيران ومشروع خط لأنابيب الغاز أثار غضب الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال محادثات صعبة جرت بينهما خارج برلين وانتهت دون تحقيق تقدم واضح. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين أنه لم يتم التوصل لاتفاق، ولكن الاجتماع كان يستهدف ببساطة مراجعة المواقف بعد اجتماع ميركل مع بوتين في منتجع سوتشي على البحر الأسود في مايو. وأكدت ميركل في بداية المحادثات توقعها استمرار قيام أوكرانيا بدور في نقل الغاز إلى أوروبا، ورحبت ببدء محادثات بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا وروسيا بشأن هذه القضية. وقال بوتين الذي كان يتحدث في قلعة ميزبيرج الحكومية الألمانية أن مثل هذه الخطوة يجب أن تكون منطقية من منظور تجاري. وتوترت العلاقات بين البلدين منذ ضم روسيا منطقة القرم الأوكرانية في العام 2014. وقال بيسكوف أن الزعيمين يعتبران مشروط خط أنابيب نوردم ستريم 2 مشروعا تجاريا محضا، على الرغم من الهجمات المستمرة من الحكومتين الأمريكية والأوكرانية. أعلن مكتب تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا أن دومينيك راب وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي سيتوجه إلى بروكسل في محاولة للإسراع بوتيرة محادثات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي مع ميشيل بارنييه كبير مفوضي الاتحاد الأوروبي. وقال مكتب ماي أنه سيجري بحث حول المسائل القليلة المتبقية المتعلقة بالانسحاب والتي لها صلة بمقادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي ومواصلة المباحثات بشأن العلاقة في المستقبل. وستنشر بريطانيا يوم الخميس القادم أول سلسلة من البيانات الفنية التي تهدف لمساعدة الناس والشركات على الاستعداد لسيناريو عدم التوصل لاتفاق.
وسيلقي راب أيضا كلمة يحدد فيها الخطوط العريضة لخطط الحكومة لتخفيف الأخطار المحتملة لانسحاب الاتحاد الأوروبي دون التوصل لاتفاق وضمان الاستمرارية والاستقرار. قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية والمركز الأمريكي للتحذير من موجات تسونامي أن زلزالا عنيفا بلغت قوته 8.2 درجة وقع في المحيط الهادئ قرب فيجي وتونجا، ولكنه كان على عمق كبير ولم يؤدي إلى موجات مدى عملاقة. فقد وقع الزلزال على بعد 559 كيلومترا تحت سطح الأرض، مما يضعف من قوة الاهتزاز عند السطح. وكان مركز الزلازل على بعد 270 كيلومترا شرقي ليفوكا في فيجي، وعلى بعد 443 كيلومترا غربي نيافو في تونغا. الجدير بالذكر أن هذه المنطقة تقع في حلقة النار التي تكثر فيها الزلازل. من فيتنام إلى أستراليا تجمع أكثر من 150 فريقا من أفضل العقول الشابة في العالم في مكسيكو سيتي للمشاركة في مسابقات أول أولمبياد عالمي للروبوت. وتهدف المسابقة العالمية لإثارة حماسة الشبان المنخرطين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في مجال الإنسان الآلي. وتتنافس فرق من حول العالم يتراوح أعمار أعضائها بين 14 و 18 عاما في عدة مسابقات تبرز براعة الإنسان الآلي الذي ابتكره كل فريق. ويختار الحكام أفضل الروبوتات على أساس المهارات التي أداها في الجولات الأولى للمنافسة. ولا تهدف المسابقة لتتويج فائز فحسب، بل تتبنى قضية تأثير الطاقة، ومن المتوقع أن تقدم الفرق المشاركة سبلا للحفاظ على الطاقة. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.